عاود يولي لينا نبيل. تفضل نبيل. بغدادي اللي كان كما قلت مكون الفرقة. طيب كما سمعنا عندكم أناشيد حتى يعني مستقاة من التراث الجزائري ديالنا. من التراث الطابع الجزائري الأصيل الصحراوي. طيب قلنا أنه شاركتوا في الكثير من الفعاليات وفي اللقاءات، وعلى ما أظن كان في أسبوع ثقافي كذلك كنتوا شاركتوا فيه. أسبوع ثقافي بلدية مقرة اللي كنا احنا المرتبة الثانية. نعم. في الأسبوع الثقافي هذا مستوى ولاية المسيلة الأسبوع الثقافي السنة اللي فاتت. نعم. المشاركة ديالكم في إطار هذا الأسبوع الثقافي كيفاش كانت؟ كيفاش لقيتوها تجربة؟ كيفاش عشتوها؟ هي في البداية عندنا نقولوا تجربة بالمهرجانات ومشات على كل الظروف اللي نحوسوا عليها هنا، وكما قال لك الأخ عبد الله تحصلنا على المرتبة الثانية، والأولى هي كيف كفرقة، وإن شاء الله المستقبل الآتي إن شاء الله. إن شاء الله. يعني كما شفنا من خلال هذا الأنشودة اللي سمعناها من قبل، كاين فيه عنصر يعني ما شاء الله عليه اللي هو يوسف. نعم. علاك يوسف. يعني ما شاء الله بالرغم من الصغر ديال السن ديالو إلا أنه الصوت ديالو جميل وجميل جدا. كيفاش قدرتوا يعني توافقوا ما بين كل هذه الأصوات اللي كاينة في الفرقة الإنشادية ديالكم؟ من خلال التحضير. من كان هو راه كان في الفرقة الصغيرة، عاودنا رقينا طلعنا على الفرقة الصغيرة من لقينا صوتيا مؤهل ريبيتيشو هي اللي تخلي الجماعة تكون مليحة. وين تتلاقاو مع بعضكم البعض حتى تقوموا بتكوين مثل هذا مركز الجواري مدينة عين الحجل. مدير تاعها بالخصوص بالصباحيه ديالنا نديروا تحياتنا. في القاعة قلنا نديروا ريبيتيسيو. عندنا الفرقتان نسائم، والثانية هي فرقة الكوثر. الأعضاء حاضرين هنا يقيمون على الشيخ عبد الله. عندنا أعضاء ثاني آخرين من الفرقة اليوم نحييهم، ثاني يوسف هني، حلاب أيوب، ثاني برعم مثل يوسف علاك اليوم ما كانش حاضر معنا. معليش نبلغوا له تحية من خلال البرنامج صباح الخير. محمد بوعافية مع يوسف هشام عمري ثاني الأصدقاء ثاني صغير من الفرقة الصغيرة ثاني اليوم ما كانوش حاضرين معنا. وعندنا ثاني الحمد لله الشيخ علي العيفاوي اللي موفر لنا كل الإمكانيات، ربي يكثر إن شاء الله من خيراته. وإن شاء الله كاش تدعيم من مديرية المسيلة، نشكرهم ثاني مدير الديوان الوطني مدير دار الشباب لولاية المسيلة. نعم. خاصة يعني هذا الفرقة الحاجة المليحة فيها كذلك أنه تتغنوا بمواضيع مهمة، مواضيع فيها لازم ينبغي أنه يكون الإنسان يحسس فيها من الآفات الاجتماعية. واش تقدروا تقولوا لنا في هذا الميدان؟ هو الشعار تاعنا إنشاء الهادف والكلمة الطيبة، من خلاله بديل عن الغناء والأمورات الأخرى مثل المزمار والأمورات. احنا الصوت الجميل هذا طريقة الشعر الملحون أو مدح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني حتى أنكم تستثمروا في هذه الأصوات الشابة، ما تخليوهمش يروحوا ممكن يتوجهوا لأشياء واحدة أخرى يعني وين ما تكونش مليحة، وإنما تستثمروا فيهم في الأشياء الجميلة. ما دام أنه يعني كنتوا شاركتوا في الكثير من الفعاليات، كل فعالية تشاركوا فيها وش الحاجة اللي تزيدها لكم؟ وش الحاجة اللي تضيفها لكم؟ تزيدك مثابرة في العمل، وتزيدك طموح كبير إن شاء الله. إن شاء الله ندعو إن شاء الله الأخينا إن شاء الله يكون هذا العام حاضر في الشارقة إن شاء الله. إن شاء الله. علي صحراوي إن شاء الله يشرف الجزائر إن شاء الله. صاحب الصوت الجميل. وإن شاء الله ندعو للفرقة تكون ازدهار أكثر إن شاء الله، وبان عبر الولايات عبر الوطن. لما لا حتى يكونوا فيها تسجيلات ان شاء الله تكون فيها تسجيل. كاين الشيخ اصدار جديد. عندنا شاعر الحمد لله طيب بفاتح نشكره ثاني معنا ثاني في الكلمات تاعو والشعر تاعو من التلحين تاعنا والاداء. ان شاء الله يكون فيها اصدار، ان شاء الله يكون فيها. نشكر السلطات المحليه ثاني واقفه معنا بلديه عين الحجل. ونشكر الشيخ العيفاوي ثاني ديما واقف معنا. هذا يعني هذا الاصدار الجديد ديالكم وش راح يكون فيه؟ المواضيع اللي راح تكون حاضره فيه كذلك؟ من الكلمه الطيبه واللحن الجميل، المواضيع اخرى يعني خلاص تمت كل التحضيرات لتسجيل هذا العمل. ممكن تعطونا وقت نسمعكم انشوده بتلحين الفرقه. الشعر راه يوجد، التلحين وجد، الشعر مازال من الايام القادمه ان شاء الله
ممكن تعطونا فرصه نسمعكم ان شاء الله. ان شاء الله. بعد قليل فقط راح نسمعوا يعني انشوده ثانيه من هذه الفرقه اللي هي فرقه النسائم اللي جاتنا من عين الحجل، وبالضبط من المسيله. نقول فقط انه الشبيبه الجزائريه ما اجمل انها تتحد وما اجمل انها تتلاقى مع بعضها البعض للتناصح ولكذلك اداء مثل هذه الاعمال اللي تكون في خير البلاد وفي خير الشبيبه في نفس الوقت. طيب الفعاليه اللي شاركتوا فيها وراح تقعد لكم في المخيله ديالكم، نظرا لانه الحضور كان عجبكم والجمهور كذلك كان حاضر بقوه. مهرجان عين الملح اول كنا خلصنا فيه المراتب الاولى، مهرجان كبير ثاني كان، وان شاء الله نحضروا المهرجان الوطني ان شاء الله. المشاركه في هذا المهرجان كيفاش كانت؟ يعني هل كانت منافسه قويه؟ منافسه قويه من فرق كبيره مثل فرقه ضياء، فرقه من عين الملح ثاني، وكنا احنا ثاني حاضرين، فرقه البهاء المعروفه ثاني على مستوى الجزائر بوسعاده. وان شاء الله نكونوا حاضرين في المهرجان الوطني الانشاء ان شاء الله. ان شاء الله عما قريب ان شاء الله. كي تلاقيتوا مع هذه الفرق وشنو هي الحاجه اللي راح تضيف لكم حينما تتلاقاو مع هكا زملائكم في نفس الميدان هي بطبيعه الحال علاقه المنشد مع المنشد راح تكون ليست كاي علاقه، يعني تكون علاقه حميميه ويفهموا بعضهم باللغه الخاصه تاعهم. هذيك اللي خلاتنا نحبوا بعضنا، واضافه الاحتكاك بين الفرق خلاتنا نمر المستوى تاعنا الى ممكن كما نقولوا احنا متواضعين ما شاء الله، كما نقولوا على حسب راينا الشخصي. نعم، احنا على كل راح نتمنى لكم المزيد من النجاح والاستضافه هذه. نشكر الشباب عين الحجل اللي واقف معنا، نشكر الامهات ثاني مادام رانا في عيد الام، نشكرهم اللي راهم يدعونا ديما. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعطيكم الصحه على حضوركم، وشكرا جزيلا كذلك لكل الفرقه اللي راهم حاضرين معنا، فرقه النسائم من عين الحجل. وتفضلوا الفرقه، تفضلوا. ما الشام مقصدنا كلا ولا خلب، لكن لمكة منا ترحل النجوم. ما الشام مقصدنا كلا ولا خلب، لكن لمكة منا ترحل النجوم. أم القرى لست أنسى إذ تقربني، والدمع من فرحي في حجرها صبب. منت علي بوصل كالخيال مضى، يغزني كلما استخبرته الضرب. ما العمر إلا أويقات ذهبن بها، صفر سواها وهن الخالص الذهب. اتحسن للركب وأول شور قبله راه مشور، وار الهادي بو فاطمة صد
قلت يا